تحتم مسؤولية الانتداء حول الفكر المدني وأنطون سعادة أن نقف تحيباً أمام قامة فكرية قيل فيها الكثير وكتبت حولها دراسات ومقالات غنية المضامين متشعبة المواضيع وعديدة التناولات. وإني من هذا المقام الفكري الشديد الوفاء لأنطون سعادة عقيدة وفكرا وانتصارا لمبادئ، أراني منحازة للقول إن هذا المؤتمر بمحاوره الثلاثة والمداخلات السبعة التي تنتظم أعماله يشكل إطلالة جديدة تستنزف فكر سعادة وطروحاته وتحاول مقاربة فلسفته العقيدية وتفسيراتها وتحديات تطبيقها على واقعنا المعاش، بل التي تقاسيه مجتمعاتنا بتعدديتها المجتمعية وتوزعاتها الطائفية والمذهبية، القاتلة للتقدم والمانعة للعصرنة، والتي تحول دون أي تحديث أو تطوير مأمول. يفرض موضوع مداخلتي التمييز بين فكر أنطون سعادة في تقديمه لمعنى الحياة المدنية وإمكانية فهمه وتطبيقه في مجتمع كثرت فيه الانتماءات وتعددت الالتزامات وقلت فيه المواطنة وندر فيه الحس المجتمعي وخف الشعور القومي. وإذا كانت أكثر التحديات بروزاً في تقديم وشرح مفهومي الفكر المدني والدولة المدنية هي إشكالية الإجماع حول هذين المفهومين في مجتمع قلق ودائم التشظي، فإن مسؤولية هذا اللقاء المشكور عليه اللجنة التنظيمية هي أن نحرك البحث من جديد حول المصطلحات المفهومية لفكر سعادة، ونعمل على شرحها وتفسيرها والتعريف بدلالاتها منعاً لأي تأويل أو إساءة تفسير، فنكون بذلك اعتمدنا قاعدة ثلاثية أركانها أن نستفهم لنفهم ونفهم. لعل ما تفضي إليه هذه المطارحات يؤكد على ثابتة فكرية وثقافية واجتماعية وسياسية، هي أن سعادة لم يدرس كفاية بعد، ولم يتم تناول فكره من كل جوانبه من قبل باحثين ملتزمين ولا غير حزبيين. فضل هذا المؤتمر أنه سيعيد ضبط إبرة البوصلة الفكرية نحو طروحات سعادة وبحث أطر شرحها وإمكانية اعتمادها وتطبيقها في مجتمعات لا تزال تترجح بين تبعية التراث الديني والتوفيق مع الحداثة والعصرنة وصعوبات التحول من مجتمعات انغلاقية إلى مجتمع انفتاحي، بحيث لا نكون أمة بأوطان كثيرة وبشعوب متنوعة. المعضلة الأكثر اعتراضاً على طروحات الفكر المدني تركز أساساً على وجود جدل دائم بين المرجعيات الدينية وبين المجتمع المدني العلماني على مستوى افتعال موسمي للمناظرات والجدالات من دون التوصل إلى مفاهيم محددة حول أهداف الفكر المدني التي تعثر المجتمع المثقف في إطلاق مبادرات جادة عنه تكون قادرة على تجاوز العصبيات الدينية وتسعى إلى بناء جسور تعاون وتفاهم بين السلطة المستقوية بواقعها التمثيلي للطوائف
وبين أصحاب الفكر والرأي الحر الرافض للتبعية والساعي إلى العصرنة الفكرية من دون الانسلاخ عن الواقع السياسي اللبناني، بحيث لا يكون تكفير ولا يقابله اتهامات بالتعصب ولا نقاشات سلبية بين جماعات لا تتحاور أصلاً ولا قابلية لها للتفسير والتواصل. إن الحديث عن الفكر المدني كأساس لنشوء المجتمع المدني بسياقه النظري الذي يمهد للممارسة الديمقراطية لا يزال القضية المحورية في حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية العصرية. لقد ساهمت مدارس فكرية غربية عديدة في صياغة مفهوم المجتمع المدني، ومن أهمها مدرسة العقد الاجتماعي والهيجلية والمدرسة الماركسية، وخصوصا المفكر الإيطالي غراميتشي. وربما كان من الصعب الإحاطة بمساهمات كل المدارس في إطار بحث واحد، لكن لا بد من الإشارة إلى أن هناك عدة مساهمات في تحديد هذا المفهوم، وليس فقط كونه سلاحاً في يد الحركات الليبرالية الهادفة إلى الحد من السلطة الإقطاعية والتأكيد على أهمية الدولة في تحقيق العدالة داخل المجتمع. علماً أن أنطون سعادة يتجاوز ويتميز عن الليبرالية في تأكيده على مفهوم العدالة الاجتماعية، على مفهوم العدل الاجتماعي والاقتصادي والقضائي والحياة الكريمة لكل المواطنين. لقد أتقن أنطون سعادة الوضوح والبرهان، فكان فكره شهادة على عقل يقرأ الواقع ويصف له الدواء في مواجهة التحديات، وذلك ضمن مشروع نهضوي متكامل يرتقي بالإنسان في سبيل تقدم المجتمع، فجعل القضية السورية قضية قومية قائمة بذاتها. نظام هذه الأمة السورية يقوم على فصل الدين عن الدولة، منع رجال الدين من التدخل في الشؤون السياسية والقضاء، وإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب. ما هو مفهوم أنطون سعادة للدولة القومية الاجتماعية، وكيف شرح أهمية الوصول إلى حقوق المواطنة العادلة عندما دعا إلى دين اجتماعي مدني مبني على مسألة الأخلاق التي ينبغي أن تكون في صميم كل نظام اجتماعي، حيث لكل فرد حرية الإيمان بما يشاء. من هذا المنطق أوزع بحثي في الفكر المدني وأنطون سعادة إلى محاور ثلاثة. أولاً، أنطون سعادة والدولة القومية. 2. أنطون سعادة ومفهوم المواطنة العادلة. 3. نظرة أنطون سعادة إلى الدين في الدولة. في المحور الأول أتناول مفهوم سعادة للدولة القومية الاجتماعية التي دعا إليها، ألا وهي دولة الأمة، لا دولة دينية ولا دولة طائفية، إذ يحمل أنطون سعادة الغرب الاستعماري بمختلف أنظمته مسؤولية إثارة النعرات الدينية في العالم العربي والإسلامي من خلال دعوات هي دليل على احتقار الدول الاستعمارية الكبرى، مدارك الشعوب التي لا تزال تجهل ما هو الفرق بين القوم والدين، وبين الأمة والجماعة الدينية، وبين السياسة والعقائد الدينية. يقول سعادة في دراسته لنشوء الأمم: ما يبرر وجود القومية هو إقرار أن السيادة مستمدة من الشعب. هذا هو المبدأ الديمقراطي الذي تقوم عليه القومية. فالدولة الديمقراطية هي دولة قومية حتماً، فهي لا تقوم على معتقدات خارجية أو إرادة وهمية، بل على إرادة ناتجة عن الشعور بالاشتراك في حياة واحدة. فيشترط سعادة أن تكون كل علاقة لأي دولة أجنبية معنا قائمة على أساس الاعتراف بسيادتنا القومية. والدولة القومية هي الدولة المدنية التي تحدد شروط ومؤهلات من يحق لهم الترشح للمواقع السياسية والقضائية فيها. في المحور الثاني
أنطون سعادة ومفهوم المواطنة العادلة. نشير إلى الربط بين المواطنة والدولة القومية الديمقراطية بمفهومها كحامية للحقوق الأصلية الطبيعية، فلكل فرد الحق بالحياة والحرية والاختيار والتعبير. إذ يؤكد سعادة في مقدمة كتابه نشوء الأمم على ظاهرة الوجدان القومي الذي يشكل الأساس في ثقافة المواطنة، ويشدد على محاربة النزعة الفردية التي تمثل التهديد الأخطر لوحدة المجتمع، ويشدد على أهمية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يقول: لا حل لمشاكل سوريا الدينية والاجتماعية غير حل القومية الاجتماعية التي تفرض إنشاء كيان يكون فيه جميع أبناء الأمة أحراراً في الحقوق والواجبات. إن طرح أنطون سعادة للدولة القومية دولة الأمة السورية هو النظام السياسي والحقوقي الأفضل الذي يرسخ الفكر المدني على أسس عادلة، ويعبر عن إرادة المواطنين ولا يميز بينهم على أساس الانتماء الديني أو الطائفي أو الجندري، فهو من أوائل من أعطى المساواة بين المرأة والرجل. إن المواطنية تحدد علاقات الفرد بالدولة بشكل رئيسي، والهوية المدنية مصانة بالحقوق التي تسبغها الدولة بالواجبات التي يؤديها المواطنون. إن أفكار الاستقلالية والمساواة والمشاركة المدنية في شؤون الدولة تصنع المواطنية نظرياً، وذلك بمعزل عن الأشكال الإقطاعية والاستبدادية للهوية الاجتماعية، الهوية التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالمواطنية وهي الهوية القومية. وقد شغل موضوع الدين حيزاً كبيراً في أعمال سعادة، نختصره في المحور الثالث لهذا البحث بنظرة سعادة إلى الدين في الدولة. في نظرة أنطون سعادة إلى العلاقة بين الدين والدولة، يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، مشيراً إلى أن التعصب الديني هو الذي جلب الويلات إلى الأمة السورية ووقف عائقاً دون نهضتها، وإن كان في هذا الإطار قد فصل بين البعد الروحي للأديان التي ترقى بالإنسان قيماً وأخلاقاً وإدارة الدولة، فمنع رجال الدين من التدخل في شؤون الحكم وإدارته، فيقول: لا دين في الوطنية، إن الأديان في المعابد والعبادة بين الإنسان وربه، أما الوطن فهو للجميع. إن فكرة الأمة هي الفكرة المركزية عند سعادة، ومبادئها الإصلاحية هي في إقامة دولتها العلمية ذات النظام الواحد الذي يتساوى فيه المواطنون والمواطنات بالحقوق والواجبات. كل ذلك يختصر نظرة سعادة للدولة الحديثة ذات أساس اجتماعي اسمه المجتمع المدني. وإن كان أنطون سعادة لم يستخدم مصطلح المجتمع المدني في كتاباته، لكن في استخلاصنا من أفكار سعادة الأساسية وجدنا ما يجعلها قريبة منه. فتصور سعادة للمجتمع القومي الأساسي هو المجتمع الجديد، أي الأمة الواعية التي تهاجم المفاسد الاجتماعية والدينية والإثنية والعشائرية والسياسية والنزاعات الفردية والإقطاع والعقليات المتحجرة. وما أحوجنا اليوم بالذات إلى تطبيق هذا الفكر العظيم في مجتمعاتنا التي تعيش أزمات جمة تتفاقم يومياً وتكاد تقضي على ما تبقى من الأمة السورية. فهل يمكننا اليوم الانطلاق من فكر أنطون سعادة كإطار فكري عام لتنظيم المواطنة على الأرض الواحدة لأعضاء يشتركون في الحياة فيها، ليكونوا مواطنين بالفعل وأعضاء في المجتمع المدني والدولة المدنية القائمة على حماية حقوق المواطنين بالعيش بكرامة وحرية، وذلك بنشر الوعي الاجتماعي والقومي للخروج من الولاءات والعصبيات الجزئية إلى الانتماء العام الجامع ضمن خطة ثقافية اجتماعية
تصب في الحياة السياسية العامة على مختلف المستويات، والتي أضحت شرطاً وجودياً أساسياً اليوم لبقائنا، كما يشير الأستاذ يوسف الأشعر. إن التحدي الكبير الذي نعيشه اليوم هو في أن ننقل هذا الفكر في حركته العظيمة بمكوناتها الوجودية إلى الممارسة المنتظمة التي تتناسب مع حاجة مجتمعاتنا اليوم، انطلاقاً من وعي أفرادها لضرورة الخروج من هذا الدرك الثقافي والحضاري بالاستفادة من خلاصة هذا الفكر العظيم الذي خاطب أجيالاً كانت لم تولد بعد. هي أجيالنا اليوم التي تتخبط بأزمات اقتصادية وثقافية واجتماعية، وهي بحاجة أن تعيش مفهوم المواطنة التي تضمن لها قيم الحق والخير والجمال. شكراً.